السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبتدي الكلام بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. الزمالك بطل الدوري، بيراميدز الثاني، والأهلي المركز الثالث، وإلى الكونفدرالية. بص، أنا مش هقول لك يعني أنت اللي ضيعت الموسم من إيديك في أسوأ موسم للنادي الأهلي، أسوأ لعيبة، أسوأ إدارة. عايزين تعرفوا اللي حصل في الأهلي بسببه ده إيه؟ اسأل اللي مشى موسيماني وكولر، اسأل اللي عمل العقود للمدربين، اسأل اللي جاب ريبيرو وبعديه الأخ جيسا تورب اللي جالنا، اسأل بعض الناس زي أسامة هلال، انت كنت بتعمل ايه في النادي الأهلي وبتخربه ازاي؟ مبروك لاخواتي واصحابي الزملكاوية. انا مش هقول هارد لك لينا ان احنا ما نستحقش، وانا قايل لك من الفيديو اللي فات، ان فرص فوز الزمالك بالدوري 80%، بيراميدز كان 19 او 15%، والاهلي قلت ان نسبته 1%. وطبعا سيناريوهات كرة القدم مش هتخدمك اصلا، كانت خدمتك قبل كده. كنت انت نزلت كسبت بيراميدز. وطبعا انا مش هجيب طبعا الكلام على كابتن محمود وفا ولا محمد وفا، الحكم الفاسد اللي مرضاش يحتسب ضربة جزاء وضيع على الاهلي ساعتها في سيراميكا نقطتين كانوا على الاقل ممكن ينفعوك، ان انت كنت ممكن تشارك دوري ابطال افريقيا. بعض اللعيبه اتمنى ان هي ما اشوفش خلقكم في النادي الاهلي تاني. امام عاشور، انت وادم وطني غوروا في 60 داهيه. انت جيت على النادي الاهلي وهو النادي الاهلي كان بطل افريقيا، وانت دقت النادي الاهلي بطولات وطعم من بطولات النادي الاهلي. زيزو، احلى مسا عليك يا بوز الفقر. كنت بتلعب كونفدراليه معاهم، انت جبت معانا لبستنا في الكونفدراليه، الله يبارك لك يا عم. طبعا انا مش عايز اتكلم، انا زعلان طبعا على النادي الاهلي، محدش يقول لي ان انا مش زعلان على النادي الاهلي، بس اللي وصل النادي الاهلي ده هو ادارته، اداره النادي الاهلي اللي عندت الجمهور، اللي جابت صفقات فاشله، اللي جابت ولا مؤاخذه مدربين ما لهمش سي في. ريبيرو اللي جايبينه من على لينكد ان يا جدعان. ما علينا، انا مش هتكلم فني في ماتش المصري. انت كده كده نازل في الدقيقه 2 بتحط جون، وبعد كده بتلعب الماتش. انا في بس لقطه هي دي اللي تبين لك روح النادي الاهلي عامل ازاي الموسم ده. الدقيقه 19، بدل ما تريزيجيه كان يباصل بالعمر الكوره وهو هيبقى منه للجون، لا البي قطم وحطها ارتو وخبطت في لعيب المصري. ثم بعد ذلك تترد الكوره لامام عاشور، بدل ما يلعب لعب بينيه ولا عرضيه ولا اي حاجه، امام هانم ايمان عاشور جايه بتروح شايطه شوطه في السما بالونه. ياسين مرعي، لا بجد والله ربنا يبارك لك، اللي لبسك كمدافع لينا، لا الله يبارك له. احنا النهارده احنا اللي بقينا اي حد يعمل علينا شغل وشو. ياسين مرعي عمل طرد ما يعملوش عيل صغير، وتغيير حسين الشحات. طب انت بتغير حسين الشحات ليه يابا؟ طب طلع طاهر، طلع امام اللي مش شايف اصلا ومش عامل حتى كوره. وطبعا تيجي في الاخر دقيقه ديانجي بيودع الجمهور بيجيب لهم ضربه جزاء، وطبعا تريزيجيه يحطها الهدف الثاني. انا لو اسمع ان احمد ياسر ريان اللي هو هداف الدوري حاليا دلوقتي هو اللي هيجي لنا، وبعديه تريزيجيه ب 11 هدف، اتمنى يعني دي تبقى صفقه كويسه. اتمنى يجي مدرب ذكر يفرض شخصيته ويكسر نجوميه اللعيبه اللي فاكره نفسها كل واحد انصاف نجوم، وعملوا علينا مجال ونمايج وحمل وكلهم فاكرين نفسهم لعيبه وابطال. والجيل ده ولا مؤاخذه ما فيهمش غير ايه اللي هم الناس اللي حققت افريقيا اللي هي الاربع سنين، 5 نهائيات خدت منهم 4. هي دي النهايه الطبيعيه يا كابتن خطيب للتخبط الاداري، هي دي النهايه الطبيعيه للانا والايجو الغلط. هي دي النهايه الطبيعيه ان انت لازم تخسر. هي دي النهايه الطبيعيه ان الله لا يصلح عمل المفسدين. انتوا افسدتوا. عمال مشوا من النادي الاهلي بلا ذنب، لعيبه مشيت زي معلول وعمرو السوليه وكانوا يقدروا يدوك. اتفرج على علي معلول في الدوري التونسي بيعمل ايه. لا بجد والله العظيم انا يعني هقول لك ايه، انا مش زعلان والله. انا قاعد في طول الماتش انا قاعد بتفرج على النادي الاهلي، انا عارف ان احنا يا باشا يعني كان املي حتى اروح دوري ابطال افريقيا. يعني لما تعادل سموحه مع بيراميدز 1-1 قلت يمكن
لكن لا، احنا يا باشا احنا السبب في اللي احنا فيه. احنا السبب في اللي احنا فيه. للاسف مجلس الاداره دمر النادي الاهلي. جبت مدربين ما لهمش اي لازمه. جيس تورب او خرا تورب ده في 60 داهيه. اتمنى ان يجي مدرب معاه كرباج سوداني ويدي اللعيبه دي ولا مؤاخذه على دماغها. حاجه بس اخيره، اللي تسبب في اللي الاهلي فيه ده من انهيار هو اللي مشى موسيماني قبل كده وما كانش عايز يبقى ليه شخصيه. هو اللي مشى كولر لما لقى كولر الجماهير بتهتف له في المدرجات. الحمد لله. اشوفكم السنه الجايه على خير بقى، ناخد على الاقل الدوري ونروح نلعب دوري ابطال افريقيا على الاقل. نحاول ناخد دوري ابطال افريقيا الموسم اللي بعد الجاي. السلام عليكم.